اليوم ميمتي باش تودكم بالوصفة الكاملة لخبز الطابونة. قولونا انتم منين مازلتوا تحميوا الطابونة كيفنا ولا؟ اليوم حطينا 3 كيلو سميد وكيلو فرينة، تنجموا تعملوا شطر بشطر. زيدوا الملح، حبة الحلاوة والبسباس وشكارة كاملة خميرة خبز. زيدوا الماء الدافع على الخميرة وعلى الملح. نبداو نلموا في العجينة متاعنا ونزيدوا شوية زيت زيتون لين تحصلوا على القوام هذايا. وقتها نخرجوا العجينة ونعجنوها على الرخامة كما تراو ميمتي. بعد نقصوهم كعبر كعبر ونعاودوا نخدموهم وحدهم. توا شوفوا ميمتي كيفاش تكعبر فيها باش تحصل على الفورمة اللي تراو فيها توا نحطوا قفاها في السميد باش نخليوها تخمر لمدة ساعة. تنساوش تغطيوها بالباهي وتوا نشعلوا الطابونة متاعنا. تنساوش تمسحوها بالمسنانة وكي تيح الجمرة نلصقوا الخبز متاعنا. رد بالكم نقبوها بالفرشيطة باش ما تنفخلكمش الخبزة. كيما تراو ميمتي عملت خبز سميد وخبز قمح. وصفة خبز القمح والشعير نزلتها في اليوتيوب. وبعد ما نخرجوا الخبزة ندهنوها بالزيت باش منظرها يزيان. تنساوش اهم حاجة نغطسوا الخبز في الزيت وناكلوه مع الزيتون. وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. وشوفوا ما شاء الله على ميمتي، ربي يفضلها لي ويفضل لكم امهاتكم الكل. والغنية هذه نحب نهداها لميمتي. مش الواحد ما يسويهاش، مش باغي ينساها. يا لله ما احلى كمونك، وريني الدار خلي نزورك. يا لله ما احلى كمونك. واكتبوا لنا في التعليق كان تحبوا نهبط لكم وصفة العصبانة الساحلية من يد ميمتي.